ازيكم حبايبي في كل مكان. جايه لكم بوصفه من الالف للياء. بوله فيها ذره ملح، تمام، ودقيق منخول، كيلو دقيق منخول عشان نفرغ منه الهواء، تمام كده بالشكل ده. وبعدين نحط عليه الخميره الفوريه عادي. الخميره الفوريه دي مش شرط تتخمر، وطبعا عليها حبه سكر تخمر يعني مع العجين قصدي، تمام. ونقلب كده المواد الجافه، تمام تمام كده بالشكل ده. وحبة زيت ومية دافية للعجن حسب بقى ما الدقيق بتاعك ياخد. انا ما بكيلش يعني ما بقولش مقدار معين، لان الدقيق ساعات ياخد كتير ياخد قليل. ونعجن بقى بالشكل ده. احنا هنعمل حاجة فيها عجين، انا ما قلتش احنا هنعمل ايه. احنا هنعمل عيش باللحمة، تمام كده. ادي العيش، لقمة العيش. العجين كان ريحته تحفة. انا بجد بحب اي حاجة فيها عجين زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. نقعد نعجن حبة حلوين، لانها هنسيبها ترتاح وتخمر طبعا عشان فيها خميرة اهي لحد بص لمت نفسها. انا ما حطيتش ميه غير اللي انا حطيتها على فكرة. هي دي اللي انا عجنت بيها زي ما انتوا شايفين كده بالمنظر الجميل ده. وافضل اهبدها كده هبدتين عشان نلتها زي ما بيقولوا، تمام كده. واغطي عليها بقى. ماما بتقول نغطي عليها. بعد كده دي اللحمة وبصل. لا دي ليا سوري، دي ليا مفرومة، لان اللحمة دي لحمة مفرومة عادية، فدي ليا عشان تدي ايه طعم الدوني، تمام. وادي بصل، فلفل، طماطم متقطع كبير كده هنضربهم في الكب. هضرب البصل والفلفل لوحده، تمام، عشان الطماطم طبعا بتنزل ميه. بس زي ما انتوا شايفين كده بكسره مش بنعمه قوي. وبعد كده طماطم ومعاها برضو ايه حبة فلفل تاني يبقوا لوحديهم اهو كده. برضو بكسرها مش بنعمها، انا مش عايزاها ايه مضروبة قوي بس. واحط بقى كده علية ادي البصل مع اللية مع الطماطم والفلفل وبهاراتك بقى اللي انت بتحبيها. احنا بنحط ملح وفلفل اسود، حتة جوز الطيبة كده مفرومة خفيفة، تمام. بهارات لحمة، كباب الصيني لو عندك 7 بهارات بتغنيكي. هي اللحمة بس كانت متجمدة شوية، تمام كده. بس كسرناها زي ما انتوا شايفين كده وفككناها اهو. وادي العجينة بعد ما خمرت ما شاء الله تحفة تحفة. ريحة العجين في البيت بتبقى حلوة قوي. هلمها بقى تاني وهعملها ايه لقم صغير اللي هي الايه الارغفة بتاعتي. سهلة بتتلم ما شاء الله لانها خمرت وخدت وقتها. احنا كمان في حر يعني، فحلاوة الجو السخن ده بيخمر العجين بسهولة. بحط حبة دقيق كده عشان ايه اعمل عليها اللقم بتاعتي الارغفة بتاعتي ما تلزقش. احنا بنحب نعمل على دقيق احسن من الزيت، بتبقى طرية وهشة ومش دسمة. بقى الزيت بيدسم قوي كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. كور صغيرة على قد الرغيف بتاعي. احنا بنعمله نص يعني هي لقمة واحدة، بفردها واتنيها على بعضها هتشوفوا.
بالشكل ده. كيلو العجين طلع معايا 25 لقمة بالحجم اللي انا عاملاه ده. اهو. وبرش دقيق ما بين كل لقمة ولقمة، ما يمسكوش في بعض ابدا. بصوا مفرطين ازاي، انا بوريكم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كورها ورش دقيق واحط. تمام اهي. اهي بص ما بتلزقش ازاي، عشان بينهم دقيق، زي الفران ما بيعمل، بيبقى فارد الرغيف وحطت ما بين كل رغيف ورغيف دقيق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنسيبه برضو يرتاح تاني كده. انا عملت اللقم عشان اجهزها. ونرجع تاني بقى، اللحمة بتاعتنا فكت، نهرسها بقى على بعضها، بهاراتي بقى والبصل والطماطم كله مع بعضه بالشكل الجميل ده اهو. ما شاء الله، كان جميل والله، كان طعمه تحفة. تمام كده. طبعا احنا غاسلين ايدينا يا جماعة قبل ما بنعمل اي اكل. بس في ناس مش بتعرف تلبس جلافزات، يعني انا لازم احس ملمس الحاجة. بس بالشكل الجميل ده. تمام كده يا جماعة. برضو بنعجنها كتير عشان تخش في بعضيها كده، مش عجن يعني، بلم اللحمة على البصل على على البهارات. بس بالشكل الجميل بقى اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده. احنا فردناها في الصينية كده عشان هاخد بالمعلقة كده، افرد اللقمة واخد عليها معلقة لحمة مفرومة كده، واكور اللقمة. تمام كده يا جماعة. وبكورها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واروح بقى فردها، افرد 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 بالشكل ده اهي. بقت نص رغيف اهو. طبعا لسه هتتحط بتخمر تاني وتفرد تاني اهو كده. ودي بقى اهي واحدة كمان. ناخد حتة اللحمة بالمعلقة كده، عشان كده اللحمة فردناها في الصينية. تمام اهي. وكور كده واعملها قرصة بقى، نعملها قرصة صغيرة كده زي ما انتوا شايفين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. وافرد بقى ايوه كده، ابطط ابطط بقت قرصة. العجينة مظبوطة، سمكها حلو. تمام اهو. يعني احنا قلنا نعمل الشكل النص ده الطويل والمدور. وبعد كده بعمل حبة لبن، وبحط عليهم حبة زي ما قلنا حبة لبن، وعليهم حبة كاري عشان يدوا لون اصفر حلو. وبعد كده برش سمسم وحبة البركة زي ما انتوا شايفين. احنا بنحط نقطة زيت وادهن واعمل بالمنديل كده اهي زي ما انتوا شايفين كده. لقمة بقى، وهفردها دي هفردها رغيف، عشان دي هعملها نص بقى غير القرص الاولانية اللي انا وريتها لكم. اهي بصوا عشان مرتاحة العجينة خمرانة. بصوا بتروح وتيجي معايا ازاي، بصوا الجمال، بصوا السمك كمان. وخدت بالمعلقة، باخد بالمعلقة كده حتة لحمة مفرومة عشان ابقى انا عارفة باخد قد ايه على الرغيف.
وهقفل بقى نص. انا بحب قوي الرغيف المقسوم نص ده، ما احبش احط عجينتين فوق بعض، بحسه عجين كتير. انما بروح تانية مطبقة عليه بقى كده اهو بالشكل ده، واروح مقفلة من الجوانب كده. تحفة، لا بجد يا جماعة تحفة، ووفر معايا وحاجة نضيفة. الحاجة البيتي نضيفة، انا عارفة اعملها ازاي وضمنها ازاي. ولازم نعمل كل حاجة في البيت، لازم نجرب نعمل كل حاجة في البيت. انما هعتمد ان انا هجيب مثلا العجين من بره. كنت الاول الصراحة بشتري العجين ده جاهز من الفرن واعمل بيه، واخد انا حاجتي واعمل عليه. طب وليه؟ واخد بقى حاجتي وانزل تحت الفرن واسوي في الفرن. طب ما انا عندي فرن اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وادي واحد تاني، قلت اوريكم فردة تانية سهلة وحلوة. طالما خمرنا كويس اللقمة خلاص ما تخافيش من حاجة اهي. وحتة اللحمة بتاعتي بفردها كويس عشان برضو تبقى مفيش حتة فاضية، مع ان الفودي والله العظيم كلناه كان تحفة، لان العجينة معمولة حلو ونضيفة، وانا بقى اللي عاملاها بايدي اهي. وبنفض كده من عليها الدقيق، مش عايزة بقى الدقيق في حاجة اللي انا فردت بيه. زي ما انتوا شايفين بالشكل ده اهي. وبقفل من الاطراف بقى عشان ما تفتحش مني برضو اهو. تمام كده بالشكل الجميل ده. كملت بقى كل القرفة بتاعتي، وحطيت اول صاج انا عملته اللي هو اللي شبه القرص ده. بصوا نفخ ازاي قبل ما يخش الفرن لاني سبته. وادي التاني دهنته برضو، حطيت عليه السمسم وحبة البركة، وده اللي طلع القرفة الاولانية القرص. بصوا يا جماعة الجمال، والله العظيم ما لحقت احطه واعمل برزنتيشن عشان اقدمه. احنا طلعناه في طبق بلاستيك كده، وحبينا بس نشوف من جوه ومن بره واللقمة عاملة ازاي واللحمة المفرومة مستوية. وبعد كده يعني الله اكبر الله اكبر، بألف هنا وشفا اتنسف. بصوا الجمال، بصوا اللقمة، ولا عجين قوي ولا اللحمة قليلة، مظبوط مظبوط مظبوط. يا رب تكونوا استفدتم، واللايك بقى وشير، شرفتوني.